بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين ان شاء الله. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل كرتونة رمضان. كرتونة رمضان الجزء الثاني. كنت عملت الجزء الاول في القناة هنا دي بس من زمان قوي، وكنت عاملاه في القناة اللي انا سبتها الجزء الاول برضو، بس طبعا انا سبتها حبايبي. قلت حضراتكم كل فيديو ان شاء الله هقول لكم، عشان كل ما حبايبي يشوف الفيديوهات بتاعتي يعرف ان دي قناتي، قناه ام يوسف ويحيى، وصفات واكلات ام يوسف ويحيى. التانية كانت بتاعتي، وكانت ما شاء الله كل حاجه فيها زي الفل، ماشيه زي بصوا ماشيه 10/10 الحمد لله. بس ما وقفتش معايا غير في حاجه واحده بس. قلت لحضرتك اسكتي بقى الله يهديك، الفرخه طارت واقفه في المعمل عامله زيت. فقلت لحضراتكم ان ما كل حاجه بقت زي الفل ما عدا حاجه واحده بس، الربح هو اللي بصوا مش نافع خالص. طب بصوا انا هقفل هطلعه وارجع لكم تاني. طلعناها الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. طلعتها خلاص، طارت من على السطح خلاص. تعالوا بقى نبدا بقى كرتونه رمضان معانا النهارده او شنطه رمضان. اول حاجه معانا النهارده الفول المدمس، لا غنى عنه في سحور رمضان. بصوا لو قعدنا نقول اي حاجه تتاكل في السحور ما يسدش معانا، احنا المصريين ما يسدش معانا غير الفول المدمس. بصوا هو مسمار البطن، هو بصوا يعني اللي بيدي للسحور فعلا على سفره السحور، هو ده اللي بيدي السفره معنى. خلاص هو احسن حاجه على سفره السحور بتاعتنا الفول المدمس. جبت كيلو فول اهو. عفوا حبايبي. ما ممكن حد يقول لي طب يا موسى، طب ما عادي، ما احنا ممكن نحوش فلوس ونجيب الحاجات دي قبل رمضان مثلا باسبوع. ماشي انا معاكي وما قلتلكيش لا حوشي وكل حاجه، بس عايزه اقول لك ان قبل رمضان اصلا بشهر، يعني مجرد ما يخش عليكي شعبان هتلاقي كل حاجه رفعت بدل الاتنين التلات اضعاف على طول مباشره كده. يعني الفول ده انت لو جبتيه الايام دي جبتيه مثلا ب40 45، هو بصي لحد سعره بيوصل لحد مثلا اخره خالص خالص 50 جنيه. الفول البلدي النضيف ده اهو، الفوله الكبيره البلدي دي اللي فيها مخضر خفيف كده، شايفه جمالها اهو ما شاء الله عليها. فول الله اكبر لما بتتدمس بصوا بتبقى تحفه ما شاء الله عليها. خلاص ممكن يوصل كام يا ام يوسف؟ والله ممكن يوصل 60 و65 كمان. استغلال طبعا، ما احنا هو ده موسم السحور، هو ده الموسم بتاعه، الفول بيبقى الموسم بتاعه ده. فيعني انا عندي اشيل شويه حاجات من دلوقتي، وكل شهر ارحل اجيب الجديد واخد القديم استخدمه، واركن الجديد اللي انا لسه جايباه حالا لكرتونه رمضان، وهكذا. يعني عمليه ايه الترحيل. برضو واحده حبيبتي متابعه قمر كده حبيبه قلبي قالت لي يا ام يوسف طب ما احنا ممكن نعمل فكره الترحيل في الزيت. مفيش اي مشكله لو انت ناويه ان انت تشيلي زيت تومين من دلوقتي وتبداي ترحلي كل شهر تجيبي الجديد تحطي الجديد وتاخدي القديم، مفيش اي فيه مشكله. الزيت بتاع التومين بالذات لو كان هتجيبي زيت التومين وتشيليه من دلوقتي للسه شهر 2 في رمضان، لا ما وعدتكيش انه يبقى كويس، هيبقى معاكي تحسي ان هو ملزق كده وريحته مش حلوه. بصوا من الاخر كده بيبقى مزرنخ يعني الريحه بتاعته ما تطاقش. فيعني انت لو انت ناويه تجيبي انا جبت النهارده تومين الشهر مثلا اهو، خلاص هاخد تومين الشهر بتاعي اللي انا لسه جايباه ابو صلاحيه جديده وتاريخ انتاج جديد، هاخده احط ازازه الزيت الجديده واخد ازازه الزيت القديمه اشتغل بيها الشهر ده، وهكذا. وافضل بقى كده على طول مستمريه بنفس الوضع نفس الكلام لكل اي حاجه. ده يطبق على اي حاجه انت هتشيليها رمضان من دلوقتي، عشان ما ترجعيش تندمي وتقولي الصلاحيه باظت ولا قدر الله الحاجه تترمي. خلاص واحنا مش عايزين كده، احنا بنوفر علشان نظبط الحياه، عشان نعمل حسابنا كده ان يبقى في معانا فلوس لرمضان ونحوش في رمضان كمان، مش نصرف بس نصرف لا، ونظبط بيتنا كده وحياتنا ونملى بيتنا بالخير ان شاء الله. جبت معايا كيلو فول وربع مدشوش، الاثنين دول طبعا اللي بيتعملوا مع بعض. لسه ما جبتش طبعا حاجه الطعميه، ان شاء الله نجيب مع بعض نص كيلو. انا بستخدم طول رمضان نص كيلو طعميه بس، نص كيلو فول مدشوش اقصد، يعني نص كيلو فول مدشوش بيعمل لي حبه حلوين من الاكياس الطعميه العجينه لسحور رمضان. ما احنا مش كل يوم في رمضان بناكل فول وطعميه مش كل يوم، ممكن مره مرتين 3 4 يعني على حسب الاكياس اللي انا هعملها طعميه. غير كده بقى بعمل بقى فول بقى كل يوم فول بشكل، يعني بطحينه مره، ببيضه مره، لوحده كده مره،
وهكذا. يعني انت بقى وحريتك في تشكيل الاكل. كمان معانا الرز اهو، جبت كمان الكيلو الرز بكام. الرز رخص اليومين دول ولسه هيرخص تاني. كيلو الرز ب 23 جنيه اهو، كيلو الرز ب 23 جنيه. سامحوني بس عشان انا لسه بنهج، عشان انا طلعت السطح ونزلت الدور الثالث صعب بجد. خلاص الحمد لله على كل حال. الصحه ما عادتش يا اولاد والله، الحمد لله. الكيلو بكام؟ ب 23 جنيه. جبت 2 كيلو اهو ان شاء الله. بصوا انا في رمضان ما بستخدمش مكرونه كتير، انا اكتر حاجه بستخدمها في رمضان هو الرز، بس ما بعملش الكيلو كله، لان الكيلو كله ما هكبه طبعا. احنا اسره ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يبارك فينا وفيكم يا رب، 5 افراد. فالنص كيلو رز مع كوبايه شعريه بصوا بتملى الحله. فاحنا مش عايزين نعمل رز كتير في رمضان علشان خساره. بلاقي كتير وبسمع ناس كتير بتقول ده احنا بيفيض عندنا الطبيخ وبيفيض عندنا الرز وبنكبه، فحرام. وببقى ماشيه في الشارع فعلا وشايفه اكياس مرميه، وبالذات في رمضان اكتر وقت هو في رمضان والله يا جماعه، مرميه كده على الارض اعزكم بالله في الزباله. رز وطبيخ وبصوا كتير كده، اكياس كتير كده. فحرام بقى بالله عليكم. احنا بنقول نوفر، والشهر ده شهر كريم وكله خير وبركه، بس احنا بقى مش هنهدر بقى في الفلوس وفي الاكل وفي الحاجات دي. اعملي اكلك على قدك. شوفي انت افرادك قد ايه وعيالك بياكلوا قد ايه، واعملي زي على قدهم بالظبط، لان هو رمضان بيبقى عايز اليوم بيوم، ومش كل يوم مش هي يعني لو فاض اكل تاني يوم ده بيبقى صعب قوي ان العيل يرضى ياكله او الناس احنا في صيام، فبالتالي انت هتبقي محتاجه تعملي اكل يوم بيوم. لو فاض اول يوم حاجه معاكي مثلا اكل، ممكن تاني يوم تعملي جنبه حاجه وتدخلي ده جنب ده، والدنيا ماشيه ان شاء الله. بس المهم شكل الاكل يبقى حلو، اهم حاجه دي. تعالوا كمان جبت شعريه اهي، كيسين شعريه. والشعريه دي يا جماعه من الانواع اللي انا بعشقها وطعمها تحفه يا جماعه. ال3 اكياس من دول ب 20 جنيه. ال3 اكياس شعريه ب 20 جنيه. خدت كيسين شلتهم لرمضان، وكيس ركنته على جنب اعمل منه للعيال كده الاكل. انا كده كل ما بنزل اشتري شويه حاجات للبيت وشويه حاجات لرمضان، ببقى عامله حسابي ان انا اجيب حاجات زياده لرمضان اركنها في درج التلاجة بقى بمناسبه الشيل. عشان حبايبي اللي بيسالوني انت بتشيلي الحاجات دي فين علشان ما تبصوا ولا يجرى لها اي حاجه. تعالوا نتفق مع بعض ان اليومين دول حر جدا، فبما ان الجو حر مش عندي انا بس، عند كل الناس، هتعملي ايه؟ عندك درج التلاجة ما شاء الله، لو عندك درج او درجين، لو عندك درجين خدي درج منهم رصي فيه حاجه رمضان بتاعتك دي. لو عندك درج واحد كبير اقسميه نصين، نص الحاجات رمضان والنص التاني لو هتحطي فيه شويه خضار ولا شويه حاجات للبيت اللي انت بتمشي بيها يومك وكده. خلاص، لان الجو حر. الحاجات دي اما بتقعد بره في الحر كتير لا قدر الله بتسوس. يعني ما فيش واحده تيجي تجيب شويه طلبات زي كده وتقولي لا انا هشيلهم في كرتونه في المطبخ في الحر بقى، وفي البوتاجاز اللي شغال والفرن والمدعكه بتاعت الحر بتاع المطبخ. لا، ما انصحكيش، ريحتهم هتغير ولا قدر الله ممكن يتسوس يتدوب. يا ام يوسف ده جديده، الانتاج جديد. حتى لو الانتاج جديد الجو حر يا جماعه والله بجد، فمش مستحمل. احنا يا بني ادمين مش مستحملين، ما بالك بقى الاكل والحاجات الضعيفه دي. لا، فانت اسمعي كلامي كده. لو انت عندك زي ما قلت لك في الثلاجه اهلا وسهلا، ما عندكيش في الثلاجه وعندك حته فيها هوا وعارفه ان هي فيها هوا والجو بيبقى حلو فيها، اعملي كده، حطي الكرتونه فيها وخلي الكرتونه مفتوحه، ما تقفليش الكرتونه. خلاص. ولو انت من الستات اللي بصي ممكن تستخدمي الحاجه بتاعتك اللي انت ركناها، لا عشان تشكليها بقى كده وتغيري شكلها، هاتي كرتونه وزينيها بزينه رمضان، بورق بتاع رمضان الحلو ده، او باي صور رمضانيه من بتاعت السنه اللي فاتت تشجعك بس ان انت تحوشي لرمضان. احنا من الحاجات دي كمان يا حبايبي ممكن نعمل اكياس لرمضان اللي بتطلع لوجه الله تعالى. نعمل ايه بقى في اكياس رمضان دي؟ ان شاء الله نعمل لكم بيها فيديو تحفه وهقول لك ايه محتويات الكيس، بس دلوقتي خلينا في الكرتونه ان شاء الله. دي الحاجات اللي انا شايلاها يا حبايبي، حبيت بس اطلعها لكم. وكنت شايله يعني مش دي اللي انا شايلاها الايام اللي فاتت، لا دي حاجات جديده. الحاجات اللي انا شايلاها، شايله ازازه زيت لونها فاتح، انا اوريكم زيها انا بستخدمها في الايام العاديه اهي. انا شايله زي دي النوع ده اللي انا بشيله، فما حبيتش اطلعه تاني قدام حضراتكم واقول لكم ده اللي انا شايلاه علشان ما اسمعش كلمه زي اللي سمعتها قبل كده. كنت بطلع كل الحاجات اللي انا شايلاها واللي لسه جايباها، ففي حد الله يسامحه بقى دخل قال لي هو انت عشان انت جايبه شويه حاجات كل شويه تقرفينا بيهم وتطلعيهم وتفرجينا عليهم؟ يا ستي ما تشيلهم وتسكتي وتبعدي عننا.
فالله يسهل اللي يقول كلمه، وجبر الخواطر ده اصلا على الله. فانا ما حبيتش اطلعهم تاني عشان ما اسمعش كلمه زي دي. انا بجيب الجديد، كل ما اجيب حاجه جديده هوريها لحضراتكم. ده الجديد يا حبايبي. دول شويه الحاجات الجداد اللي انا جايباهم. قلت لكم جايبه 3 ب20، شلت منهم كيس للايام اللي احنا فيها دي. ودول نفس الكلام ال 3 ب20. دول كمان ال 3 ب20. النوع ده برده تحفه. لقيت النوع ده ولا النوع ده، هاتي منهم وانت مغمضه، ريحتهم حلوه في الاكل وطعمهم تحفه ما شاء الله. برده 3 ب20. خدت كيس مكرونه وشلت 2 لرمضان. خلاص. تعالوا جبت كمان كيسين ملح. كيسين ملح. الملح عايزه اقول لحضراتكم في ناس ما عندهاش ضمير بيبيعوه ب7 جنيه، بس انا جايباه طبعا ب5 اهو. ولو الاحسن هاتي باكيته على بعض كلها كده وريحي نفسك. الباكيته بكام؟ ب30 جنيه. كنت جايباها بس ايه بقى، خلاص بقى خلاص خلصت. فالحمد لله جبنا ايه كيسين. الكيس ب5 جنيه اهو. خلاص. انت بقى هتلاقي ايه، في ناس ما عندهاش ضمير ممكن تبيعه ب7 وب8 جنيه. مش عارفه ليه، احنا سياح ولا ايه مش فاهمه. جبت كمان السكر. السكر بكام؟ ب23 جنيه. في رمضان بيوصل كام؟ استنى ما تفكر شويه. في رمضان بيوصل كام بقى؟ في رمضان بيوصل 30 جنيه. شفتوا الجشع وصل لفين؟ في رمضان بيوصل 30 جنيه. دول كيسين. استنوا كام كيس انا شايلاهم في الكيس من ساعتها اهو. 1 2 3 اكياس حبايبي هما. كنت جايباهم وحطاهم في كيس. ما بجيبش الحاجات دي على بعض عشان تبقوا فاهمين برضه. حبايبي اللي بيبقوا متابعيني من زمان عارفين ام يوسف بتجيب كل ما بتنزل تشتري طلبات تجيب حاجه معاها وتيجي ركناها لحد ما اجمع كميه حاجات حلوه واوريها لحضراتكم واقول لكم انا جبت ايه. وبعد كده الم حاجتي دي كلها اجي ربطها في الكيس وشايلاها. بس كل ما اجي اجيب حاجه بجيب حاجه لوحدها. يعني ده انا مش هينفع اجيب كله ده مره واحده، اثر على ميزانيه بيتي واكل ولادي والكلام ده. لا انا بجيب حاجه حاجه. يعني انا جبت مثلا مره جبت كيسين الملح دول معايا باقي 10 جنيه وانا جايه كده رحت جايبه بيها. مره جبت 3 كيلو سكر دول على بعض. دول صراحه اللي جبتهم على بعض اهو عشان يبقى الصرحه مع بعض وفي امانه بينا اهو. حتى اسمها الامانه. جبتهم على بعض دول اهو. يعني هو حتى ده اسمه غير الاسم بس نفس المكان اللي انا بجيب من عنده هو ما كانش قال لي فيش الا كيس واحد. قلت له ما فيش مشكله ما هو كله سكر واحد اهو. جبت 3 كيلو هم من عند ده اهو. ده كده يا جماعه جبتهم في يوم واحد لوحده. الكيلو بكام؟ الكيلو ب23 جنيه. كيلو السكر ب23 جنيه. خلاص حبايبي. وايه تاني يا ام يوسف؟ تعالوا بقى اقول لكم على حاجه لان انا شفتها في السوق واضطريت ان انا اشتريها رغم ان انا مش بعمل بيها حاجه. انا بس اشتريتها عشان اقول لحضراتكم الناس. احنا لسه بنتكلم عن اكياس رمضان وكرتونه رمضان. الناس اللي بتوزع وبتقول حاجات لله والكلام ده، لا ما انصحكمش اللي بتوزعوا حاجه عشان انت بتقدمي حاجه لربنا. حضرتك او حضرتك بتقدموا حاجه لربنا. فبما ان انت بتقدمي حاجه لربنا فانت هتقدميها احسن من اللي بتقدميها للناس العاديين خالص. فانا بقدم دي هديه مني الى الله. فلازم الهديه دي تطلع حلوه. انا دول جايباهم من السوق. انا ما بستخدمش خالص الصلصه اللي بتاعت بره دي. مستحيل استخدم صلصه بره دي. انا حبايبي بعمل الصلصه في البيت وقلت لكم وان شاء الله هنعملها مع بعض قريب جدا. كنت عاملاها في القناه القديمه بس ربنا يرزقنا الخير الايام الجايه ونعمل كل حاجه هنا تاني. لقيت الست بتبيعه معاها كميه من ده بس انا قلت هاخد 2 بس كفايه. بتبيع الكيس ب5 جنيه. شايفين الكيس من ده بتبيعه ب5 جنيه. بقول لها ده انت معاكي كميه كبيره قوي. قالت لي واحده كانت هي حكت لي يعني انا حبيت ان انا اخد ودي معاها فاعرف ايه هي بتجيبه منين. بقول لها دي الصلصه دي ما بتبقاش حلوه. قالت لي يا ابله احنا هنعمل ايه احنا مالنا هي اللي بتجيلنا بنشتريها وبنبيعها برده واحنا واقفين. ست واقفه في السوق معاها سكر ورز ومكرونه وصلصات والحاجات دي. فبتشتري من الناس اللي بيجوا لها بتشتري وبتبيع يعني بتكسب منهم. يعني هي ممكن تكون واخداه من الست اللي باعته لها مثلا ب3 جنيه او ب2 جنيه الله اعلم. فهي بتبيعه بكام؟ ب5 جنيه. فسالتها هو ايه يعني عطيتهولك جايبه منه كميه دي منين؟ هي راحت بقى قالت لي هي بتاخد. كانت السنه اللي فاتت في رمضان اللي فات كانت هي ست غلبانه على قد الحال. فناس كانوا بيجيبوا لها اللهم صل على النبي الصلصه دي في الاكياس في اكياس رمضان. فمعاها من دي وانواع تانية كتير بقى مش النوع ده بس في كل الاكياس لا طبعا معاها النوع ده وكذا نوع تاني. فانا خدت 2 بس وخلاص كده بس عشان ايه اقول لحضراتكم. فبالله عليكم مش اي حاجه تحطوها في كرتونه رمضان. يعني هاتوا منتجات الناس عارفاها مش عشان تجيبي حاجه رخيصه وتعملي شنطه رمضان بالاسم خلاص اسمها شنطه رمضان وتوزعيها.
وتقولي خلاص كده انا عملت اللي عليا ووزعت شنطه رمضان. لا، ما انصحكيش تعملي كده. هتعملي ايه؟ هتجيبي نوع صلصه نضيف. النوع الصلصه النضيف اللي هي ايه؟ اللي احنا عارفينها بتاعت فاين فودز، دي ممتازه، انا ما بستخدمهاش بس ممتازه. خلاص. تجيبي ايه تاني؟ هاتي يا ستي مكرونات زي دي، هي رخيصه بس معروفه والناس عارفينها. الحاجات دي كلها معروفه والناس عارفينها وطعمها حلو. وهاتي النوع ده. بلاش تجيبي الكبيره خالص، الخواتم دي. لقيت برضو مع الست اللي بتبيع في السوق الخواتم الكبيره دي معاها برضو منها كميه، وقالت لي برضو هي جابت لي الصلصه وجابت لي المكرونه دي. فهاتوا المكرونه وهاتوا الشعريه، الحاجات المعروفه. هاتوا كيلو سكر نضيف ابيض كده حلو، عشان اللي هيستخدمهم بني ادمين وناس لازم يعني تحترموا الناس دي، عندهم كرامه. مش معنى ان انت هتاخدي لهم كيس توديه معنى كده ان هم ولاد 60 في 70 ما يعني ناس ما ينفعش يبقوا بشر. لا، هم بشر وناس محترمين وناس على راسنا من فوق، بس الظروف حكمت عليهم ان هم يمدوا ايديهم وياخدوا شنطه رمضان منكم ايا كانت فيها ايه الشنطه دي. فبالله عليكم ما تعملوش حاجه زي كده. ربنا يرزقنا يا رب ويوسع علينا ونعمل مع بعض شنط رمضان، واوريكم الشنط على حق، بس ربنا يفرجها من عنده ويفتحها علينا. ما تنسيش تحطي معاهم كيس ملح حلو زي ده. ويا سلام يا سلام لو ربنا يكرمك كده ويرزقك وتحطي يا نص كيلو لحمه يا فرخه حلوه كده جميله ما شاء الله. والحاجات اللي هتجيبيها توزعيها في نفس اليوم، عشان لو حاطه فيها لحمه ولا فراخ ما تطراش وتنزل ميتها والدم اللي فيها. ودوا للناس الحاجه دون يعني خلي الحاجه ادميه شويه. ودوا للناس الحاجه بما يرضي الله. وديها لهم حلوه علشان حتى الدعوه توصل، واللي بتعمليه لربنا ربنا يحسبه لك صدقه فعلا انت عملتيها. خلاص حبايبي، حطوا ازازه زيت. هقول لكم ايه محتويات الكيس اللي ان شاء الله ممكن يا الفيديو الجاي يا اللي بعده ان شاء الله نقول مع بعض محتويات الكيس لو هتوزعي شنط رمضان. وخليها شنط رمضان، ما تخليهاش كرتونه رمضان، خليها كيس كده شكله نظيف ابيض محترم كده وشكله حلو وشيك، يلم كل الحاجات اللي انت هتحطيها. لو حطيتي فيها فرخه حطي الفرخه جوه كيس او كيسين واربطيهم حلو عشان ما ينزلوش ميه على الحاجات اللي هتحطيها للناس. خلاص. الحاجات دي لازم تروح بكل حب ومصداقيه للناس، حلوه وبرحمه حلوه من قلبك عشان يوصل لك اللي انت عملتيه عند ربنا. خلاص. فبالله عليكم بلاش الصلصه اللي مش عارفين مصدرها دي. انا مش هعمل بيهم حاجه، انتوا عارفين انا هعمل بيهم ايه. انا هفتحهم ومش هرميهم. انا هعمل بيهم ايه؟ هجيب رغيفين من الناشفين بتوع الطيور وهلفهم بيهم بشويه ميه واكلهم للطيور. هي ما فيهاش حاجه يعني، ممكن تتاكل، بس هقول لك من جوه شكلها عامل ازاي. والله لو اوريها لك انت لازم تشوفي شكلها عامل ازاي من جوه. شوفي لونها عامل ازاي بذمتكم، دي منظر صلصه. شوفي شكلها. هي الكاميرا ظلماها عشان هي محمره في الكاميرا، بس هي بصوا اقسم بالله لونها غير غير غير. شايف شكلها عامل ازاي؟ ده منظر صلصه، لونها مسود كده وريحتها مش صلصه. ريحتها بصوا ما اعرفش هي ايه اصلا، لونها اسود مش حلوه خالص. فبالله عليكم بلاش الانواع المجهوله المصدر دي اللي مش معروفه، عشان حرام حرام حرام. هم بني ادمين، مش معنى ان هم ظروفهم حكمت عليهم يبقى ان احنا نرمي لهم اي حاجه وخلاص. لا، حرام، دول يتقدم لهم احسن واغلى حاجه. خلاص حبايبي. المخلل اهو، كل فيديو ان شاء الله هوريه لكم اهو. شايفين الجمال؟ الشطه القمر دي هتفضل معانا هنا، اول ما تستوي نفتح عليها. لو انت عايزه تخليها رمضان خليها رمضان، بس اقول لك على حاجه، الفلفل الشطه الكبيره دي احسنها اليومين دول، تاكليها اليومين دول. لكن الشطه الحلوه اللي ناويه تخليها رمضان اللي هي الصغننه اللي قد كده طول صباعي كده، في شطه طول صباعي كده في بلدي تحفه. هي دي بلدي برضو بس عملاقه. في متابعه برضو حبيبتي قالت لي ان الحاجات العملاقه دي بتبقى واخده كيماويات زياده عن اللزوم، بس والله للاسف ما لقيتش غيرها في السوق. والله ما في، السوق كله متغربل بيها، ما فيش غيرها في السوق. فهنعمل ايه؟ ربنا يسترها من عنده ويرحمنا والناس يبقى في قلبها رحمه وتبطل تحط كيماوي وتسبخ الارض بالسباب بتاع المواشي زي زمان. زي ما كنا عارفين كنا ناكل الخياره كده ليها طعم وريحه. ريحه الخيار ده كانت بتبقى جايبه اخر الدنيا. عايز اقول لحضراتكم ماما كانت جايه من السوق وبتنزل كده شنطه السوق وهي داخله ريحه الخضار من جوه الشنطه اللهم بارك كان بيبقى باين. ليه؟ لان الحاجه كانت اصيله زمان مش دلوقتي. ربنا يرحم ماما يا رب ويسامحها. دلوقتي الحاجه استغفر الله العظيم يا رب ما تتاكلش ولا تشرب. كل حاجه كبيره، كل حاجه ما فيهاش ريحه ولا لون ولا طعم، منظر بس. المنظر العادي اللي احنا عايزين ناكل اكل صحي تاني زي زمان. بالله عليكم يعني
حاولوا على قد ما تقدروا حبايبنا الفلاحين، مش عشان الحاجه تطلع قبل اوانها وتاخدوا فيها فلوس كتير تضروا البشر، وانتوا اكيد مضرورين بيها يعني، اكيد زينا. فيعني ربنا يسترها ويرحمنا. وما تنسوناش بقى حلوه دعوه حلوه من قلبكم، وتصلوا على سيدنا النبي في الكومنتات. ما قلناش النهارده صلوا على سيدنا النبي، صلوا على سيدنا النبي، وارفعوا لنا الفيديو كده بالصلاه على الحبيب علشان القناه تكبر تاني بدل اللي راحت، ويجعل دي يا رب خير وعوض ليا ان شاء الله، ويفتحها عليا وعليكم من اوسع الابواب يا رب. اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.